ايه اللي بيحصل بعد الموت. اكيد في وقت من الاوقات سألت نفسك هو الميت بيحس بايه، او حتى ما بيحسش بايه؟ طب هو سمعنا او هو بيتألم؟ واكيد سألت هو حاسس ان هو مات اصلا؟ العلم زي وزيك حركوا الفضول والرغبة انه يعرف ما بعد خروج الروح او الاقتراب من الموت عموما. وراء كل حاجة بتحصل مجموعة حاجات. أنا مريم رجب في ما وراء الحاجات. في بداية كلامي حابة أوضح لك حاجة مهمة. كل اللي هيتقال من واقع دراسة علمية فقط، يعني مش معتمد على مرجع ديني معين. في دراسة اتعملت اسمها الاقتراب من الموت، ودي هدفها الرد على كل الأسئلة اللي سألناها في الأول. اعتمدت الدراسة دي على أشخاص ماتوا ورجعوا تاني للحياة، وهشرح لك ازاي قبل ما تستغرب الجملة. الأزمات أو السكتات القلبية أكتر أنواع الأحداث الأقرب للموت، لأنه بوقوف قلب بني آدم ده معناه إنه مات، وخصوصا لو ما اتلحقش. وبالتالي الشخص اللي بيحصل له سكتة قلبية في تعداد الموتى، إلا لو ليه نصيب يرجع للحياة. وطبعا أعداد الناس اللي ممكن تعيش بعد السكتة القلبية مش كتيرة. في دراسة اتعملت وأثبتت إنه مش بينجو منه غير 10% بس، وده رقم قليل جدا. أنت دلوقتي مستني أقول لك برضو الميت بيحس بايه؟ الدراسه دي اتعملت بشكل يخلي عقلك مش مستوعب، لانها النهارده بقالها 35 سنه كاملين. وخلال البحث اكتشفوا ان بعض من الحكايات اللي حكوها اللي عاشوا التجربه دي انهم عاشوا نفس الحاجات. ومش ده الغريب. الغريب انها اتعملت على عرب باختلاف اديانهم، وبرضو الغرب وحتى الملحدين، على اعتبار ان ممكن الخلفيه الدينيه تاثر على النتيجه. واكتشفوا ان كلهم حكوا نفس الحاجات، واللي هي ان بعد دقايق قليله جدا من وقوف قلبهم بيبدا احساسهم بالالم يخف تدريجي، وحاسين وواعيين بكل حاجه حرفيا، وسامعين كل حاجه حواليهم وكل الاصوات بوضوح شديد، وبيحسوا ان روحهم بتبدا تطلع من جسمهم، لدرجه انهم بيكونوا شايفين نفسهم على سرير الانعاش اثناء محاوله انقاذهم. في واحد بيحكي تجربته وبيقول انه كان شايف نفسه محطوط على سرير الانعاش، وشايف محاولات الدكاتره وهم بينقذوه. وصف بالتفصيل وبالظبط، والمفاجاه انه بعد ما فاق ورجع قلبه مره تانية وحكى اللي شافه ده للدكاتره كلهم، استغربوا لان بالفعل ده اللي حصل. بس كمان في حاجه تانية حصلت، انه وقتها كان شايف والده واقف على اول السرير وهو اصلا متوفي. وهنا المحور التاني، انه اللي بيعدي من تجربه الموت هو ان كلهم قالوا انهم شافوا اشخاص ميتين تانيين. قالت بنوته عمرها 7 سنين انها بعد خروج الروح حست بنور شديد جدا، انها شافت جدتها اللي كانت ماتت قبل ما تتولد ب 22 سنه في مكان جميل جدا، وسألتها لو حابة تفضل هنا. والبنت طبعا وافقت، لكن الجدة قالت لها لا لسه مش وقته. وهنا رجعت للحياة. الدراسة دي اتعملت على أطفال اتولدوا مكفوفين، يعني ما عندهمش فكرة عن النور بالشكل اللي وصفوا بيه التجربة. كل اللي عدى بالتجربة بتاعة الاقتراب من الموت قالوا إنهم حسوا بسلام رهيب جدا، وإن المكان اللي راحوا له كله نور شديد وشخصيات وأماكن مريحة، ومنهم اللي شاف نفسه في نفق كله نور، وبيكونوا واعيين إنهم خلاص ماتوا، وإنهم كانوا حاسين بكل لمسات اللي حواليهم. وده خلى الدراسة تاخد بعد تاني، وابتدوا يشوفوا نشاط المخ أثناء الموت، مش بس السكتات القلبية. ولقوا الأغرب واللي هيرد على كل أسئلتك، اكتشفوا إن حاسة السمع والبصر مركزهم في المخ شغال بعد خروج الروح بوقت معتمد على إزاي الشخص مات. في ميت بيفضل حواسه شغالة لدقايق، وفي الوقت أكبر. فبالنسبة للدراسة دي الميت بيسمع وبيحس، حتى إنه بيكون إدراكه عالي جدا لكل حاجة حواليه. عايزة أقولك إن الدراسة دي حددت علامات للشخص اللي هيموت، طبعا ده لو ما كانش ميت بسبب حادثة. وقالت إن قبلها بأيام بيبدأ نشاط أعضائه يقل، ورغبته في الكلام والأكل برضه تقل وممكن تزيد. ده غير إنه بيعاني من هلاوس فيها كلام مع ناس مش موجودة أو ميتة، ولون جلده بيكون داخل الصفار شوية، وعنده فقدان للذاكرة في بعض الأحداث. وطبعا مرة تانية بأكد لك دي دراسة علمية فقط، حبيت أشاركها معاك. وكمان بأكد عليك يا أخي تتأكد إنك عامل لايك وكومنت وشير على الفيسبوك، وكمان اليوتيوب تتأكد إنك عامل سبسكرايب. أنا مريم رجب كنت معاكم في ما وراء الحاجات.